طيب، النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ايه اللي بيحصل للزمالك او الزمالك اللي بيحصل له كده. السؤال المتكرر اللي هو الاهلي قوي والزمالك ضعيف، ليه ده بيحصل؟ هل ده بيحصل عشان الزمالك ما كانش عنده تخطيط، او في حاجه غلط، او زي ما بيتقال ان الاهلي اتحاد الكوره معاه وفي ناس بتسنده؟ هنعرف النهارده في الحلقه دي. السبب الأول هو الزمالك عنده أزمة مالية كبيرة جدا، يعني الزمالك معهوش فلوس خالص. وكمان الحاجة المهمة جدا اللي الزمالك عنده إيقاف قيد الفترة دي عشان ما دفعش فلوس جوز وفرجاني ساسي. التاني واللي أنا بشوفه ده أهم، ده أخطر سبب على الزمالك نفسه أصلا، هو مجلس إدارة الزمالك نفسه. من وجهة نظري إن مجلس إدارة الزمالك سايب كل مشاكله، سايب كل حاجة، وبيحاول يتصدى لحاجات. يعني في مثل كده بيقول في التافهة بتصدى. إدارة الزمالك بتتصدى في التافهة، بمعنى اللي هي سايبة مشاكل الزمالك في أرض 6 أكتوبر، تقدر أنت مش عارف تعمل فيها إيه. فلوس، ما عندكش فلوس، عندك إيقاف كده، عندك كل ده. إيه ده؟ لأ، زيزو ما سلمش علشان نصر. ليه زيزو ما سلمش على نصر؟ لا، إحنا عايزين بقى، عايزين حق هشام نصر. طب يا حبيبي، في أزمة مالية في إيقاف، لا أنا عايز حق هشام نصر. هو كده. يعني مثلا انت كان معاك أرض 6 أكتوبر من 2004، انت عملت بيها حاجة؟ انت عملت بيها حاجة؟ إيه، الدولة ادت لك مهلة، هل عملت حاجة؟ لا، ما عملتش حاجة. انت إدارة حسين لبيب اللي هي تعمل الكاسة بس. المهم أنا ما حملش المسؤولية، أنا كحسين لبيب والإدارة المسؤولية مش ليا. أنا هلبسها بقى، أنا مثلا زيزو ما جددش، فأنا إيه هلبسها؟ أصل زيزو ده خاين. ما عنديش مانع بقى، انا ماليش دعوه بقى زيزو صح ولا غلط ولا. بس انا مش هقول ان انا غلطت اللي ما عرفتش اجدد زيزو من الاول. طب سيبك من المدرب الزمالك اللي قبل محمد عبد الوهاب، مدرب الزمالك طلع مدرب مش كويس، فانت المفروض تجيب مدرب كويس. فيلا بقى انا ايه؟ هل انا اطلع اقول ان مدرب الزمالك انا غلطت ان انا جبته، او انا ما عرفتش اجيبه؟ لا، ما اطلع. فانا سبت الماتش الاهلي والزمالك في الدوري، فانا خسرت 2-1. الزمالك خسر 2-1. هل انا بقى اقول ان انا غلطت ان انا جبت فانا اجيب واحد تاني؟ لا، انا فضلت سايبه لغايه قبل ماتش السوبر ب 10 ايام ولا باسبوع. فرحت معين احمد عبد الرؤوف، فراح احمد عبد الرؤوف كسب الماتش، فانا ايه؟ فخمت فيه، خليت الناس كلها تعرف ان انا حسيت الناس كلها ان هو ده المدرب اللي هيشيل الليله. بس انا من جوايا كإدارة انا بشيله الليلة. ليه؟ هو هيروح قابل بيراميدز، كسب بيراميدز، رفعت قرارات عشان هو قصاد، داخل دلوقتي قصاد الاهلي اللي عنده زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، مروان عطية، عشان عنده نجوم. فانا هخليه محمد عبد الرؤوف ده يقابل الفريق ده، هو هيقابل الفريق ده. فانا عارف انا عارف إن الماتش ده الاهلي 50-50. فلو هو كسب انا هطلع اقول انا اللي جبته وافخم فيه، ولو هو خسر هلبسه الليله. وكمان الماتش ده ايه قبل توقف ده، فهيفضل حوار بيتكلم مع احمد عبد الرؤوف والزمالك والاهلي. هو لو خسر انا هلبسه الليله، كان الاعلام كله يركز في كل حاجه، يركز اللي هو خسر. اما انا غلطان ان انا جبت ودخلته في الوقت ده، لا من ده. يا عم هو من الشهر ده نشوف على الصفقات. انت في الصفقات مش ممكن تجيب 60 صفقه، لا هجيب 60 صفقه. والصفقه دي ينجح فيها ايه؟ لو نجح فيها واحد من الاكوان. انت جبت عمر نصر، احمد شيكو بينز، جبت لعيبه كتير. مين اللي نجح؟ واحد الفينا. هو بالنسبه لي هو لسه ما اثبتش ان احنا لسه مش نص النص، بس هو ايه؟ بقدم مستوى حلو، مقدم مستوى طيب. لكن هل انت كزمالك عملت في لاعب عمل حاجه؟ لا. لا، يعني كصفقات مش عارف تجيب صفقه. ك كمدربين مش عارف. ما تقوليش اصل مرتضى منصور مش مرتضى منصور، ماليش دعوه. انت كمجلس اداره شلت، هتحمل المسؤوليه. زي ما انا اديلك ان انت تتحمل المسؤوليه لازم تتحمل المسؤوليه. انا اديلك ان انت تتحمل المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه. والزمالك من جواه برضه بيعمل حاجات بايظه جدا. الملف المسؤول عن التعهد جه اللي هو في شهر واحد سنه، راح عمل ايه؟ قال لك احنا ايه؟ هنغير المجلس بتاع التقاعد. جبنا ايه؟ جبنا ميدو، حازم امام، هيثم فاروق، جبنا التلاته دول. بعدها ب3 شهور مشوه، جابوا جون اوتوا.
فده برضه حاجة، لما الزمالك جوه في الإدارة بيحصل له كذا، كمان دي الإدارة كلها عبث. حتى محمد صبري لما مات مجلس إدارة الزمالك ما فيش واحد حضر. الأهلي اللي هو اللي أنت بتقعد تشتمه والزمالك بتحاول تخلي الجمهور يشتم الأهلي والكلام ده، بعت على الأقل تلاتة. بص يعني ده هو شوية عبث. الزمالك إدارة الزمالك بتقدم عبث قوي، بتلبس أي حد ما عدا هي. المشكلة هو المهم إن المشكلة متبقاش فيهم هم يطلعوا أي حد المشكلة، لكن أنا ما طلعش المشكلة. يا ابني في وقفة سخطية، في صفقات ما بتأديش سخطية، دوري سخطية إيه ده؟ فيجي ماتش السوبر حد يعني حاجة من اللي زيزو ما يسال، إيه ده زيزو ما يسالش؟ لا خلاص ده احنا نطلع بقى. ازاي يجي ابني بتعمل كده ويرجع بقى ويعمل ويمين وشمال والكلام ده؟ طب يا عم عندك صفقات اطلع شوف هتعمل ايه. مفيش. يا عم الفريق بيبوظ، مفيش. يا عم مفيش نايمين منيمين في المشاكل هذه. اما المشاكل اللي تبقى تلاقي بقى ايه؟ كل واحد في القناة، كل واحد في القناة، كل واحد ده في قناة وده في قناة يطلع يتكلم، وصلوا تبقى ميدو ويطلع يتكلم ومين يتكلم ومين ما ينفعش. يا عم انا ماليش دعوة، زيزو صح زيزو غلط ماليش دعوة. انت عندك مشاكل مش عارف تحلها، انت عندك وقف ضد دلوقتي ومش عارف تحل، فهتعمل ايه؟ تيم بقى نسختين. شكرا لكم في الحلقة القادمة. تنساش لايك سبسكرايب وقولنا رأيك في الكومنتات.